ويوم خميس جديد اسطوري يا لعيبه، تحديث جديد وحمله هدايا جديده وموسم جديد. طبعا ادي اول حاجه هنا حمله تسجيل الدخول زي ما انت شايف كده، هي حمله ناروتو والتعاون مع الانمي الياباني الشهير. طبعا انت عندك في الحمله دي زي ما انت شايف كده كل يوم 10 كوينز، ولكن يوم الاثنين عندك 50 كوينز، ده في الاسبوع الاول طبعا. وفي الاسبوع الثاني يا صديقي عندك يوم السبت 50 كوينز، يعني من تسجيل الدخول بس انت عندك في كل اسبوع 110 كوينز، فبالتالي مجموع الكوينز كده في الحمله دي 220 كوينز في تسجيل الدخول. هندخل بقى نشوف كده اذا كان في كوينز تاني جوه ولا ايه الدنيا. كمان هنا كونامي بتكلمك في الرساله دي عن الحمله طبعا بتاعه ناروتو، وبتقول لك ان التعاون ده هيكون فيه كروت مجانيه طبعا بشكل مميز جدا. كمان بتقول لك ان في زي فعاليه خاصه كده تبع الحمله دي، هندخل نشوف كل شيء دلوقتي بالتفصيل، ولكن هي بشكل عام كده شكلها حمله قويه جدا. طبعا ده استفتاء برضو كده خاص باللعبه، نبقى نرجع له وقت تاني. وادي هنا بقى صديقي حلويات حمله الانمي. طبعا قلت لك ان هيكون في باكج ايبك انمي جامد جدا، وادي اهو الباكج بينزل معانا بالفعل. عندك فيه مارسيلو لاول مره ينزل في اللعبه بالايدجت كروسنج والمومنتم دريبلينج. كمان معانا جاريس بيل يا صديقي بليتز كيرلر وماجنتيك فيت، وشكله كده كارت اسطوري برضه، هيكون بيوصل 108 او حاجه زي كده. كمان معانا القناص اوباميانج طبعا ايام ما كان سفاح في بروسيا دورتموند بالاكسلريشن بريست والفينومينال فينيشنج، فتقدر تقول كده ان ده باكج قوي جدا على مستوى اللعيبه اللي فيه. وكمان شكل البطاقات يا صديقي بقى بالشكل الانمي المميز جدا ده. ولكن يا ترى ايه اسلوب لعب مارسيلو؟ طبعا هو زي ما انت شايف كده نزل وهو عنده 29 سنه، يعني كان لسه برضه في فتره تالقه مع ريال مدريد موسم 2017 2018. فهو طبعا اتاكينج فول باك، وبيلعب كمان ال ام اف. طبعا عنده دبل تاتش، فليب فلاب، سولو كنترول، ثرو باسنج، بينبويد كروسنج، ايدجت كروسنج، اوت سايد كيرلر، يعني عنده كل حاجه تقريبا او كل اللي انت محتاجه من ظهير ايسر يا صديقي. اما جاريس بيل بقى يا ترى نازل باسلوب ايه؟ نازل برولو فيك وينجر، بيلعب برضه كمهاجم، وشكله برضه هيكون كارت قوي لجاريس بيل. اما بقى الاوباميانج ده اكيد جول بوشر يا صديقي، طبعا نازل بنسخه 2016 2017، وجول بوشر فعلا بيلعب برضه جناح ايسر، ولكن يعني انا شايف ان ده هيكون مهاجم سفاح لانه سريع جدا، والفتره دي كمان كان بيتحرك بالذكاء جدا. واوباميانج عامه من اذكى المهاجمين في التحركات، فتقدر تقول كده ان الثلاثي في الباكج ده بصراحه اقوياء جدا. طيب ما علينا بالباكج كده، نخش نستلم بقى المكافآت اللي معانا علشان نخش على الباكجات والاحداث. ولكن نبص الاول كده على الحمله من بره. طبعا دي هي الحمله كده بشكل كامل. ونامي بتقول لك بقى ان في كروت مجانيه طبعا هايلايت من التشالنج ايفنت، يعني هيكون في فعاليه تحدي هتكسب منها بقى الكروت اللي قدامك دي. كمان في الكامبين هاب هيكون في زي عناصر كده يا صديقي، غالبا كده هي تماثيل تتحط في الملعب او حاجه كده، طبعا كلها خاصه بالحمله بتاعه الانمي ناروتو. وبتقول لك اند مور، فطبعا ده غالبا كده معناه ان في مكافآت تانية. هندخل نشوف كل شيء دلوقتي يا صديقي. لكن انت عندك كمان هنا 3000 عمله اي فوتبول لما تربط الحساب بتاعك بكونامي اي دي، ولكن متهيألي برضه حتى لو انت ربطه ممكن تستلم ال 3000 نقطه دول عادي جدا. انت حاول بس كده يا صديقي ادخل على المتجر وشوف. طيب تعال نخش على الباكجات كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى معانا ايه تاني غير الباكج ده؟ انت عندك هو الباكج، ولكن بقى بدون نسخه الانمي والكلام ده كله. يعني لو انت بقى مالكش في الانمي يا صديقي ومالكش في ناروتو وكل الكلام ده، فكونامي منزل لك باكج تاني، نسخه تانيه نفس اللعيبه برضه، ولكن ده بقى بالنسخه المعتاده بتاعتنا، الايبك العادي والايبك طبعا المميز اللي هو اول مره ينزل في اللعبه، زي كارت مارسيلو وكارت اوباميانج كده. ولكن نفس كل شيء، اللعيبه هي يا صديقي، والمهارات اللي معاهم هي، يعني مفيش اي فرق بينهم يا صديقي الا بس شكل البطاقه من بره كده. وحاجه كمان برضه، ولكن هي مش حاجه بسيطه، يعني هي موضوع الاحتفاليات يا صديقي. يعني الكروت اللي بنسخه الانمي دي طبعا ليها احتفاليات خاصه، او بالتحديد اللعيبه طبعا اللي عندهم العلامه بتاعه الاحتفاليه دي اللي هم مارسيلو وجاريس بيل، لان اوباميانج ما عندوش احتفاليه خاصه لان طبعا ما فيش العلامه دي على الكارت بتاعه. فبالتالي مارسيلو وجاريس بيل اللي في الباكج دول ليهم احتفاليه خاصه. فبالتالي انت لو عاوز تفتح، انصحك طبعا تفتح النسخه بتاعه الانمي دي، يعني كفايه ان شكل الكارت مميز وكمان عندهم احتفاليات خاصه يا صديقي. اعتقد ده شيء يعني يدي افضليه شويه للباكج بتاع ناروتو. اما بقى نجوم الاسبوع يا صديقي، فعندك طبعا كيفن دي بروين زي ما كنا متوقعين، ونازل بمهاره التراك باك وبيوصل 96 بدون بوستر. كمان عندك اندري روبرتسون برضه، وعندك كمان نيكو جونزاليز، يعني ثلاثي كويس جدا. يا ترى مين تاني معانا جوه المقنع كمان يا صديقي؟ فيرمين لوبيز، عندك لوكاس بيرالدو وجواو بالينيا، عندك ليروي ساني وميكا جودس، ده مش عارف بيلعب في نادي ايه بصراحه. لكن عندك كمان روبرتو سانشيز والكسندر سورلوس ورامي بن سبعيني، في اكتر من لاعب كويسين، وحتى اللعيبه الضعيفه اللي تحت هي بوسترات برضه قويه تعتبر. ده كلام جميل جدا. يا ترى معانا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي هو صديقي باكج سيلكشن جديد وورلد وايد، لعيبه منتخبات بقى، عندك جيرمي دوكو، عندك ليفاندوسكي ومويسكين بتاع ايطاليا، مين تاني؟ وبل كمان يا صديقي حارس سويسرا ده، وكيم من جاي وكارلوس باليبا، يعني كام لاعب كده الى حد ما كويسين مش
وحشين، الصف اللي فوق ده يعتبر كويس. يا ترى بقى مين مكافأة الديفيجن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يوريان تيمبر يا صديقي، لاعب ارسنال طبعا الظهير الايمن بمهارة الفورت ريس، ده هو مكافأة الديفيجن للموسم الحالي، واللاعب 98 قبل اضافة البوستر الثاني، فده في التشكيلة كده غالبا، وبالبوستر الثاني ممكن يوصل 103. يعني كارت برضه شكله كده هيكون مميز جدا. هو الظهير يعني الى حد ما هجومي برضه، برغم انه بيقدر يلعب كمان قلب دفاع، ولكن هو الظهير هجومي كويس جدا، ولكن بيلعب بدون اي اساليب لعب في الذكاء الاصطناعي. ده كده بالنسبه لمكافاه الديفيجن. عقود الترشيح بقى يا صديقي، طبعا هم اليت لينيج او طبعا سلاله النخبه، يعني لعيبه يا صديقي من سلاله لعيبه تانية برضه كانوا اقوياء جدا. انت عندك طبعا الاخوان ترام، دول طبعا ولاد ليليان ترام لاعب اليوفنتوس اللي هو الظهير الايمن، ده معانا في اللعبه ايبك طبعا. عندك الاولاني ماركوس ترام، وعندك الثاني كيفرين ترام، وعندك كمان الاخوان بقى ميلينكوفيتش سافيتش، طبعا الاثنين اسمهم الثاني ميلينكوفيتش سافيتش، ولكن ما اعرفش اسمهم الاول ايه. كمان عندك يا صديقي ديزيري دوي، وعندك اخوه اللي تحت اهو اسمه جويلا دوي تقريبا، بيلعب في نادي انا ما اعرفش النادي ده ايه، ولكن هو نادي في فرنسا برضه. كمان عندك راسموس هويلاند، وعندك اوسكار هويلاند، يعني باكج كلهم اخوات يا صديقي في الباكج كده واسره مع بعضهم، فما تجيبش حد منهم وتسيب الثاني. لو هتجيب واحد يبقى تجيب اخوه علشان برضه ما تبوظش العلاقه. وبس كده سيبنا من الباكج العبيط ده. نرجع بقى يا صديقي لباقي الاحداث. طبعا دي كده كل الباكجات الجديده اللي معانا. وتعالى بقى نبص على المهمات، لان طبعا في كلام كبير في الكامبين هاب هنا. هي الحمله دي مستمره لمده اسبوعين، والكامبين هاب هنا بنظام النقاط يا صديقي، يعني تحوش نقاط وتشتري بيها العنصر اللي انت عاوزه. انت عندك العنصر الاساسي، او يعني هي كونامي شايفه ان ده عنصر جامد جدا، التمثال بتاع ناروتو ده بتاع الانمي. عندك كمان تماثيل تانية طبعا هنا كده زي ما انت شايف، وعندك كمان احتفاليات وبانرات خاصه بالانمي، وشويه عناصر تانية بقى بوسترات وبرده ملفات تدريب والجي بي والكلام ده، ولكن مفيش اي كوينز زي ما انت شايف كده. فغالبا كده الكوينز هم بس ال 220 كوينز اللي في تسجيل الدخول معانا، الا اذا كان بقى في كوينز تانية في الفعاليات او حاجه كده. طبعا انت عندك اول اسبوع في الكامبين هاب هنا 150 عمله من العملات دي، اللي هي العمله اللي بتشتري بيها العناصر. عندك الاسبوع الثاني هيكون فيه برده 150 عمله، ولكن انا شايف ان ال 300 عمله دول مش هيكفوا طبعا انك تشتري كل العناصر اللي هنا في الحمله دي. فبالتالي انت ركز كويس بقى، انت عاوز تجيب ايه من العناصر دي. فهات الحاجات المهمه الاول يا صديقي، لان غالبا كده 300 عمله مش هيجيب لك كل الكلام اللي قدامك ده. طيب ده كده بالنسبه طبعا للكامبين هاب. تعالى بقى نبص كده على المهمات. حلو قوي الكلام ده يا صديقي. انت عندك هنا في المهمات في كوينز، ولكن هي 50 كوينز بس زي ما انت شايف كده، والمطلوب منك 9 مهمات تخلصهم في المهمات هنا، علشان طبعا تستلم ال 50 كوينز دي على طول. يعني كده مجموع الكوينز اللي في الحمله لحد دلوقتي 270 كوينز، الا اذا كان في كوينز تاني في الفعاليات بقى والكلام ده. طبعا انت عندك جزء من المهمات نزل معانا الاسبوع ده، وغالبا كده هيكون في جزء تاني الاسبوع القادم، فتقدر تقول برضو ان ال 50 كوينز دي ممكن تستلمها بقى الاسبوع القادم. طيب ده كده بالنسبه للمهمات وللكامبين هاب. انت عندك هنا فعاليات خاصه بالانمي، ودي في الذكاء الاصطناعي طبعا، يعني ضد الاي اي. طبعا عاوز اقول لك ان كروت الهايلايت اللي قدامك دي ليها احتفاليات خاصه وكروت مميزه يعني. وانت عندك هنا 3 جولات طبعا من الفعاليه، كل جوله يا صديقي بيكون فيها زي ما انت شايف قدامك كده لاعب مجاني وافاتار كمان بتاعه، ولكن المكافاه مش بتتغير على حسب صعوبه المباراه، فانت العب طبعا المباراه سهله عادي لو عاوز. كمان عندك هنا فعاليه الانديه الاوروبيه، دي فيها فتحه مجانيه على باك نجوم الاسبوع. طيب يا ترى فين بقى باقي الكروت الثانيه بتاعت اللعيبه اللي قلنا عليهم دول؟ المفترض ان لسه في حوالي 5 لعيبه تانيين اللي هم كوبو، وعندك الاربع لاعبين بتوع اي سي ميلان. ايوه كده كده الموضوع بقى واضح يا صديقي. هنا كونامي بتقول لك ان الاربع لعيبه بتوع اي سي ميلان وكوبو كمان دول هتستلمهم يا صديقي في الاسبوع الثاني من الحمله، اللي هو هيبدا طبعا يوم 7/5، وهيكونوا مكافآت يوميه، يعني كل يوم تستلم مكافاه منهم، وطبعا معاهم الافاتارات بتاعتهم. فكده احنا فهمنا ان الخمس لعيبه اللي فاضلين دول هنستلمهم الاسبوع الثاني، علشان بس ما تقعدش تدور عليهم في اللعبه يا صديقي الاسبوع ده. كمان معانا لاعب جديد في متجر نقاط اي فوتبول نزل معانا، اللي هو طبعا اوكافور. ويبقى دي كده يا صديقي هي جميع احداث التحديث الجديد والموسم الجديد والحمله الجديده بالتعاون مع انمي ناروتو. اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل اكتب لي كومنت رايق يا رايق. سلام.